السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة احنا كل مرة الزمالك بيتظلم فيها احنا بنعشقه. يا جماعة احنا مش عايزين بطولات، احنا يكفينا ان احنا نادي بيحارب منظومة، نادي الدنيا كلها واقفة قدامه. احنا يعني ما تزعلوش مني، الدوري كده كده البيراميدز، فالحرب دلوقتي على مين يبقى التاني، وتأجيل التلات نقط ومش التلات نقط. بس ده مش موضوعنا. انا عايز افهم مجلس إدارة نادي الزمالك المتواطئ والمنكسر واللي بينفذ خطة وأجندة نادي الأهلي ساكت ليه؟ ساكت ليه على كل المهزلة دي؟ ازاي كل ماتش يتعين فيه الخير أمين عمر يحصل فيه كوارث الزمالك؟ أولا انا ما كنتش عايز اتكلم في موضوع الجون ده، لكن لو اي حد بيفهم يرجع للماده 18 من قانون التحكيم اللي هم ما بيفهموش فيه وما بيعرفوش يحكموا بيه. يا جماعه ما فيش حد من التحكيم المصري وصل عالميه، وصل حتى كاس افريقيه. يعني ما عندكش حكم حكم نهائي كاس افريقيه بقاله اكتر من 10 سنين. كارثه. بعد ما كان عندنا جمال غندور وحسام عبد الفتاح بيروحوا كاس العالم، احنا عندنا انكسار بسبب تخطيط ان نادي واحد هو اللي ياخد كل ده. يعني خير امين عمر ده كل ماتش الزمالك يعمل كارثه ونتحمله. الكارثه الاكبر الصباحي، هو صباح الجاهل في قانون التحكيم ما يعرفش ان الماده 18 بتقول ان اي لمسه يد تحتسب لمسة يد في حالتين بس. هي إذا كان لمس الجون دي اللي بيعمله بإيده مباشرة، أو إذا خد الكورة بإيده وشاط مباشرة. هو ما يعرفش إن المنسي الكورة جاية من رجل الخصم على إيده ومشي بيها ورقص لعيب واتنين ورقص الجون وجاب جون عالمي، ما يبقاش هندس. المادة ال 12 بتقول كده، فرق زمني بيقول كده. المساعد للاهلي احمد الشناوي في ماتش بيرسيتاو قدام سيراميكا قال نفس الكلام ده. هي قوانين بتطلع اللي انتوا بتشتغلوا بيها لنادي معين وبتختفي في نادي تاني. لحد امتى هتفضلوا كده؟ يا جماعه جهنم مش بعيده. هو انت لما تخش جهنم وتقابل ابو لهب ويقولك انت جيت جهنم ليه؟ قول كنت بساعد الاهلي. هتقابل ربنا ازاي؟ الحكام دي اللي اسمهم حكم من اسماء الله الحسنى، ازاي هيقابلوا ربنا بعد كل اللي بيعملوه ده؟ الغير امين عمر ده ازاي يلغي جون زي ده عالمي؟ ازاي يحرمنا من المتعه؟ سيبك من 3 نقط، كده كده قادما عاجلا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الزمالك هيبقى التاني وهيلعب كاس هيلعب في شامبيونز ليج، والاهلي غصب عن الجميع هيلعب في شامبيونز ليج وهو التالت، زي ما خد بطوله افريقيا 21 وهو التالت. احنا ماشيينها كده عافيه مع الاهلي. هنلعب شامبيونز ليج بردك دوري ابطال افريقيا واحنا التالت. فالزمالك عايز يثبت بقى المنظومه اكتر، يثبت تواطؤها اكتر. سيبك من مجلس النعام اللي عندنا اللي حاطط دماغه في الارض ده ومش معانا. سيبك ده منهم لله. يعني باذن الله باذن الله انتقام ربنا ليهم قريب، عشان كل الجماهير ده في ذمتهم، النادي ده في ذمتهم وهم ساكتين. ففي الاول في الاخر انا عايز افهم. بص الكره دي تاني، بص ناصر مصر بيعمل ايه. الكره جايه من رجل اللعيب على ايده، الاتنين اللعيبه ما اعترضوش ولا رفعوا ايديهم، لا راحوا للبهدله. بص البهدله، بص العالميه، بص الاسطوره. طب بص امين عمر هيعمل ايه؟ ما خدش ثانيه، راح بص ورجع، ما فكرش حتى في الماده، ما فكرش الكوره جايه ازاي ثانيه. غير امين عمر ده اللي رجع قال لك يا عادل هاتها كده، هاتها كده، وعادل جابها له من كل الثواني هي في ايده. لا مش مقتنع، حتى ما حسبهاش لا بلانتي ولا فاول ولا هندس. لا مش مقتنع. اختار علينا مقارنه جديده في التحكيم المصري، انا مش مقتنع فمش هحسب. احنا ازاي ماشيين لحد دلوقتي كده؟ الفيديو ده يا جماعه مش عشان 3 نقط اللي النقطتين اللي راحوا، لا، ولا ان الزمالك ليه حق انه يكسب بردك، لا. احنا امبارح اتمتعنا بالكره بتاعت محمد شحاته، رقص وقعد وعمل نفس اللي عمله مصطفى فتحي في مين؟ في الحضري، ونفس اللي بيعمله حازم امام في كل الانديه. بس هي دي متعتنا، مدرسه الفن والهندسه. فليه احنا بنطعن؟ وليه احنا الفرقه الصح؟ وليه احنا انضف اكبر قلعه في مصر وبنتحارب؟ ليه الدوله معتمده دايما تساعد الفاشل؟ ليه دايما بنبقى مع منظومه ماشيه مع الفاشل؟ اجيب لعيبه ب 2 مليار جنيه ما اخدش ولا بطوله؟ اجيب لعيبه بفلوس الزيتون ما اجيبش ولا لعيبه؟ وفرقه ما عندهاش اي حاجه غير جماهيرها القويه اللي هي مقوياهم،
اللي بتدافع عنهم ومجلسها قاعد فاضي، جماهيرها اللي مش سايبه حاجه لما بتكلم فيها ومجلسها قاعد فاضي. احنا بنطلع كل الثغرات اللي هم بيعملوها غلط، احنا بنطلع التواطؤ والتخش والتدليس اللي بتعمله المنظومه ومجلسنا قاعد ساكت. لحد امتى مجلسنا يقعد ساكت؟ لحد امتى احنا كجماهير بقى هنسكت على المجلس ده؟ احنا لازم نعمل هاشتاج يمشي. عايزين لو واحد بس راجل يجيب حق نادينا احنا موافقين بيه، لكن ان انت تسكت على كل الاهانات، تسكت على كل التواطؤ، يا راجل يا مفتري، ده انت ساكت على لائحه وقانون علني ان النادي لو انسحب يتخصم منه في نفس الاسبوع، يعتبر مهزوم ويتخصم منه في نفس الاسبوع 3 نقط، وسايبهم يخبطوا في الكلام، سايبهم عمالين يعملوا احلام واحنا قاعدين ساكتين. احنا زملكاويه بنوقف نفسنا على ان في العلن بيبقى في غش وتدليس، امال في الغرف المغلقه بيعملوا ايه وانت نايم؟ مجلس اداره كله نايم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل المنظومه وفي المجلس بتاعنا اللي ساكت لحد دلوقتي.